السلام عليكم. سموا بالله وصلوا على الرسول وتعالوا نشوف بقى انا عملت ايه اول ما رجعت من المصيف لما عرفت ان جارتي عايزه تتغدى معايا. طبعا يعني مبدئيا كده انا عكيت في اكل المصيف عك كتير جدا. تمام. والاكل كله ما كانش حلو هناك. طبعا ما طبختش اي حاجه هناك خالص. كان كله بنجيبه من بره. فبصيت بقى كده اسرع حاجه ممكن اعملها ايه بما ان انا اصلا نايمه لحد الظهر او بعد الظهر كمان، وعايزه الحق اعمل غدا ولا مطلعه فراخ ولا مطلعه لحمه ولا اي حاجه خالص. افتكرت ان انا عندي شويه عدس بجبه وعندي مكرونه ورز وبصل وطماطم طبعا. يبقى كده ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كشري. كشري مفيش حد ما بيحبوش وهتبقى اكله مناسبه جدا انها تتعمل بسرعه بما ان انا صاحيه متاخر. رحت جايبه بصلتين على طول بيض مقطعاهم ورشيت عليهم شويه نشا. النشا ده بتاع ريحانه جميل جدا ومغلف وهايل بصراحه. وحطيت عليهم شويه ملح كمان وهقلبهم وابدا بقى اقلي البصل. دايما دايما لما تيجوا تعملوا الكشري امشي بالخطوات اللي هتشوفوها في الفيديو ده عشان ما تحسوش ان انتم متلخبطين واعمل ايه قبل ايه ولا اصل انا نسيت ايه. لا كده هتعملوهم ورا بعض. انا عايزه اقول لكم ان انا دي وقفه واحده، انا ما قعدتش وقفه واحده عملت فيها كل الحاجات دي وانا واقفه كده. اول حاجه هنعملها هنحمر البصل لان البصل ده هناخد منه الزيت ونعمل بيه كل الاكله على بعضها. يعني الاكله كلها هنحط فيها من زيت البصل ده. ادي العدس هنحطه يتسلق جنب البصل. حلو الكلام. اللي هو اصلا كان منقوع قبلها بساعتين 3. يبقى كده انا حمرت البصل وسلقت العدس وهم على النار بقى. رحت جايبه طبق وحته توم مفروم من اللي احنا كنا مفرزينه سوا وهحطها في الطبق الجميل ده علشان نعمل دقه الكشري. دقه الكشري انا بعملها بطريقه خاصه بيا ومش بعمل اللي هي بتبقى فيها اللي لونها احمر دي اللي هي الحراقه قوي دي. انا بحط هنا الشطه اللي انا عايزاها. ده فلفل انا كنت مفرزاه برضو معاكم قبل كده في الفريزر، فلفل حامي نار يعني. رحت بقى مقطعه ايه على قد ما انا عايزه كده بما ان انا وجارتي بنحب الشطه زي بعض عادي ومفيش اطفال هتاكل فتمام. و هعصر عليهم بقى ليمون حلو كده، ليمونه ونص ولا حاجه، وشويه خل وشويه ميه وكمون وملح. كده الدقه بتاعتي بقت زي الفل وريحتها تجنن. حلو الكلام. كل ده احنا ايه بنعمل الدقه والبصل بيتحمر على النار والعدس بيتسلق جنبه. خلي بالكم من الترتيب عشان ايه لما تيجوا تعملوه ما تحسوش ان انتوا يعني صعب عليكم قوي تعملوا الكشري ويا متاهه وصعب علينا وحلل وحاجات. لا عادي جدا. المهم احط بقى شويه الخل بتوعي همت كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده بالنظر. انا ما بعملش حاجه بمقادير الحقيقه ولا حتى رز. وهنزود بقى شويه ميه مع الكلام الجميل ده ونقلبه وهنشم احلى ريحه. الفلفل مع الثوم حاجه هايله جدا. تمام تمام. وانتوا بتعملوا الكشري خلي بالكم من نوع المكرونه ما تكونش بتعجن عشان احنا هنسيب المكرونه بعد ما تتسلق شويه، فلو بتعجن او بتلزق او كده هتبقى مش حلوه. يلا بقى نرجع تاني للبوتاجاز. اهو البصل خلاص يعتبر اتحمر والعدس اتسلق. هنشيل من على وشه الريم بس ونسيبه شويه. طلعت انا البصل انا بحبه متحمر للدرجه دي. في ناس بتحبه فاتح بس انا بحبه غامق كده شويه. وخلي بالكم لو معدتكم بتتعبكم او حاجه ممكن تستغنوا عن البصل المحمر ده خالص او تحمروه وتاخدوا الزيت بتاعه وتشيلوه على جنب لاي حاجه بقى تانية او حد يكون بيحبه ياكله عادي. وهحط بقى مكان البصل هنا ايه. خلي بالكم الترتيب الاول البصل والعدس ودلوقتي المكرونه بعد كده هنعمل الرز. هحط في ميه المكرونه يعني احنا بنسلق مكرونه عادي زي ما بنسلقها في العادي. معلقتين صغيرين ملح كده وشويه زيت بس شويه زيت حلوين عشان احنا هنسيب المكرونه على جنب وهنحط لها زيت برضو بعد السلق يعني عشان ما تلزقش. والعدس كان اتسلق معايا فشلته هصفيه وهحتفظ بميته. اوعوا ترموا ميه العدس هتخلي الرز بتاعكم زي السكر. خدت اهو بقى من زيت البصل زي ما انتم شايفين في بصل اهو كمان واقع مع الزيت. زيت البصل ده بيخلي الرز حكايه وهنستعمله كمان في الصلصه. تمام. انا بحط الرز الكشري شعريه، في ناس ما بتحطلوش، انا بحب احط له شعريه.
هنحمر الشعرية بس نديها درجة كده من الاسمرار، وهنحط عليها بقى الرز والعدس. هنا رحت جايه بقى مقشره الطماطم بسرعه، كله بسرعه بسرعه. قشرت الطماطم وحطيت عليها الفلفل الحامي، انا كده بحط شطه تاني اهو، وهضربها واخليها على جنب. وادي الشعريه اتحمرت، شايفين درجه الاسمرار بتاعتها دي؟ احنا عايزينها كده. حط عليها بقى الرز واقلبها تقلبتين، وانا مصفيه العدس على جنب وسايبه ميته معايا، الميه ما دلقتهاش. هحط العدس على الرز والشعرية، وهزود مية العدس كلها اللي معايا على الرز، هتدي الرز كده لون يعني تحفة. ودقت المكرونة شفتها استوت ولا لا؟ كانت لسه ما استوتش. بصوا بقى العدس شكله جميل ازاي، انا بعشق العدس اللي بجبة ده. وعندنا في مصر اكلة الكشري دي يعني اكلة شعبية جميلة جدا جدا. حطيتهم بقى وهزود، انا مش محتاجة حاجة للرز تاني غير الملح والكمون، وهزود مية العدس اللي هي اللي بتبقى غامقة ديت، وهوطي واغطي النار، هوطي عليه اغطي النار، هوطي عليه واغطيه واسيبه بقى ايه يستوي زي الرز العادي، واحط الشياطة. وكده احنا خلصنا من الرز وخلصنا من البصل. المكرونة لسه بتتسلق، هنسلقها برضو السلقة العادية، بوريكم المية هي الغامقة. وهنسلق بقى المكرونه السلقه العاديه بتاعتها، ونبتدي بقى بعدها ان احنا نعمل الصلصه. صلصه الكشري ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا اي توابل ولا بهارات ولا كلام من ده، الموضوع والله كله اسهل من السهوله. محتاج بس طولة بال، وهنغسل لنا كام حله كده. انا على فكره حله العدس خدت العدس منها وهعمل فيها شطفتها، وهعمل فيها يعني غسلتها، هعمل فيها بقى ايه الصلصه. تمام تمام. انا خلاص كده المكرونه اتسلقت وخلاص، وطينا على الرز وحطينا الشياطه. هحط بقى الحله بتاعه الصلصه، خلوا الصلصه دي اخر حاجه تعملوها خالص. تمام. وبرده هحط لها زيت، بقيه الزيت بتاع البصل. تمام. يبقى انا استعملت زيت البصل في الرز واستعملته في الصلصه. عايزين لو عندكم زياده عايزين تحطوا مع المكرونه برضو ما فيش مشكله. حلو الكلام حلو الكلام. حطيت معلقه توم مش كبيره في الزيت اهو، اشوحها برضو تشويحه بسيطه يا دوبك ريحتها تطلع. وهحط الطماطم بتاعتي. وخلوا بالكم ان في حاجه اساسيه في الصلصه، ان احنا هنحط سكر. نحط يعني سكر، حبه سكر كده حلوين، ممكن تبقى معلقه صغيره مثلا. وهنحط فلفل اسود وبس كده، ولا بقى هحط خل ولا هحط مش عارفه ايه، هي كده تمام. هوطي النار وهسيبها بقى ايه تتسبك مع حالها بدون اي تدخلات خارجيه مني. تمام كده. ويعني مش عايزه اقول لكم ان كده خلاص الكشري خلص. ده شكل الرز بعد ما خلص اهو، بقى مفلفل وزي السكر. بصوا شكله جميل ازاي، والحبايه بحبايتها يعني مستوي، مش قادره احكي لكم قد ايه جميل. وادي المكرونه والصلصه طبعا، وادي البصل. اتمنى لو جربتوا وعجبكم الفيديو تابعوني واشتركوا في القناه. شكرا لكم، باي باي.